السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وعيد مبارك سعيد في سلسلة حلويات العيد. غنديروا اليوم إن شاء الله حلوة سهلة مهلة، بدون مكونات، بدون زيت، بدون دقيق، بدون زبدة، بدون بيض، يعني سهلة وماهلة. عندنا هنا نص كيلو تاع الكاوكاو الأحمر، من الأحسن يكون كاوكاو الأحمر البلدي. عندي 300 غرام تاع معجون التمر، عندي 5 معالق كبار ديال العسل، معلقة ديال القرفة، وواحد راس معلقة تاع الروح نتاع اللوز. بالنسبة للتزيين عندي هنا جوج يعني ما محمرش، عندي شويه تاع الشكلاط البيض وشويه تاع الشكلاط الاسود. دابا ندوزو ان شاء الله للطريقه، يعني سهله. كناخذوا داك الكاوكاو كندهنوه واحد شويه تاع الزيت، غير واحد شويه تاع الزيت، وندهنوه مزيان، نلبسوه داك الكاوكاو كامل بالزيت، ونديرو في الحمار في الفران عفوا يتحمر، يعني ما نخليوش يتحمر بزاف، يعني غير شويه الذهب صافي. ومن بعد ما كيتحمر هو كندهنو مزيان، نلبسوه بالزيت. من بعد ما تحمر كنطحنوه بواحد الروبو ولا طحانه، كنطحنوه مزيان يتنيل، يعني حتى على يرجع عقده، يعني ماشي عقده ولكن يتهرمش مزيان، اقصى تاع التهرميش، يعني باش يجينا داك البودان معلك ما بقاش يتفتت لنا. يعني هذه هي المشكل اللي كيلقاو بزاف ديال الناس. كنهرمشو مزيان، كنطحنوه مزيان عفوا. ها من بعد ما طحنتو كامل يعني كيكون منيل تقريبا، صافي تنكمل الكميه كامله ديالي. كندير فواحد القصريه، ومن بعد ما تطحن غنضيف عليه نضيف عليه المعجون تاع التمر. هنا التمر شديتو داك اللي اما تاخدي على الجاهز ولا احيانا التمر تاع الدار، وطحنتو حتى هو مزيان، نيلتو باش يجمع لنا داك الكاوكاو مزيان. كنضيف معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه. من بعد كنضيف واحد راس معلقه تاع الروح اللوز، الا ما كاينش ماشي مشكل، انا عندي متوجين كيعطي واحد النسمه زوينه. واحد راس معلقه تاع الروح ديال اللوز. صافي هكا كنجمع كلشي، وغادي نضيف العسل، يعني درت هنا 5 المعالق، يعني جاوني كافيين. حتى زدت واحد المعلقه، يعني كتبقى كتجمع ديك العجينه حتى كتولي تجمع المكونات حتى كتولي على شكل عجين. من الاحسن يكون عجين مزيان متجانس، يعني ما يكونش كيتفرتت. وفي حاله ما الا كان كيتفرتت انكم تعاودوا ديروه في الروبوت طحنوه مزيان، يعني هو كيتجن مزيان ترجع بحال العجينه تماما، كيرجع متجانس. صافي غادي نقسموها انا على 4، غادي نديرو على 4 كويرات باش ندير 4 تاع لي بوده. هما نقسمهم، ومن بعد ما قسمتهم غادي نصافي غادي نطلقهم هكا بحال شكل الفقاس اللي كنديرو، نطلقهم طوالين صافي فوق بوطاجي ولا فوق شي رخامه ولا سطح العمل. كنرشوا شويه تاع الزنجلان، من الاحسن الزنجلان ما يكونش محمر، يكون خضر، لان غادي نخشي في الفران يتجمع واحد شويه. يعني الا حمرتو ودرتو في الفران يجيكم داك المذاق تاع المروره. صافي كنطلقوا لي بودان هكا يكونوا رقاقين، ماشي بزاف يعني موين شويه، يعني عينكم ميزانكم، لان ما غيطلع ما والو. غادي نديرو في الفران غير يتشمع باش داك العسل وداك التمر كيتعلق مزيان لداخل، باش ملي كتقطعي هكا البودان كيجي زوين. من الاحسن حسن ما ديريه هكا خضر، يعني كيجي شويه معجن. صافي غادي نستفو هكا في اللاطه. من بعد ما درت كاع لي بودان كاملين لبستهم بالجنجان مزيان، صافي نستفهم في واحد اللاطه. صافي غادي نجيب واحد شي حاجه باش ندير واحد الحفيره في الوسط نتاع البودان، بحال شكل ساقيه هكا، بشي عود ولا بشي مغرف ولا بشي حاجه هكا طويوله، ولا بهاك بصبيعاتنا كنعاونو مزيان. كنديروا واحد الحفيره في الوسط، كنقادو لها كالشكل باليد، يعني سهله ودغيا دغيا كتوجد وكيجي مغذيه. يعني التمر وكاوكاو والعسل يعني مغذيه، والججلان يعني كلها مكونات مغذيه واقتصاديه ونيت لذيذه في نفس الوقت. صافي من بعد ما كنفتحوا كامله هكا لي بودان في الوسط، كنقادهم هكا بصبعاني. صافي غادي نخشوا في الفران غير واحد شويه، غير قياس ما يتشمعوا، يعني ورا ما كيقصح ما والو، يعني غير كتشوفي داك الجيجان شي شويه تحمر كاع الا بغيتي تعرفي درجه التطيب ديالو، يعني غير واحد شويه، واحد مده 5 دقائق كاع يتشمع صافي ونجبدوه، يعني ما كيبقاش بزاف في الفران. صافي من بعد ما كنقاد هكا بصباعي، ها هو من بعد ما طاب خرجته من الفران كيبقى الشكل ديالو هو لان ما كاينش شي حاجه لا بيض لا خماره اللي غادي تضيع له الشكل ديالو. ومنتو كيكون مازال
طري، ما كيكونش قاصح. كيمكن لك تقادلو الشكل ديالو كما بغيتي. صافي كندوبو الشكلاط بيض، يعني الا كان اختيار بغيتي تزيني بالشكلاط بيض وديري خطوط في اللون الاسود، ولا ديري العكس. هنا درت انا الشكلاط البيض هو في ديك الساقيه في ديك الحفيرات. كندير الشكلاط البيض هو الاول، وكنخليو حتى كيدفى لنا داك البودان، ما كنديروش سخون، غير كيدفى هكا، وكنديرو داك الشكلاط ديالنا. صافي كنبقاو تنكملو هكا لي بودان كاملين بربعه، ولا القياس اللي درتي هي 2 يا 4 على حسب كل واحد. في نفس الوقت كنكون ذوبت الشكلاط كحل، درتو هكا فواحد البوش باش يجي ناسا. كنديرو هكا زيكزاك، من الاحسن هكا في لابوش كيجيني مزيان عملي. صافي كنديرو هكا خطيطات مائلين. من بعد كناخذ واحد السكين وكندوزو في الوسط ديالو باش كيعطينا واحد الشكل مزخرف زوين بحال شكل ملفاي، كيجي منظر زويون. كنمسحو السكين وعاد كنديرو بودان الثاني. صافي هنا كنخليهم بعد ما كيبرد كيشد داك الشكلاط راسو شويه، يعني كيجمد شويه الشكلاط. صافي كنقطعوا القياس اللي بغينا، كتجي معلكه وفنه وشهوه منها، وكتجي لذيذه بزاف بزاف. كناخذوا القياس اللي بغينا، بغيتي رقيق بغيتي غليظ بغيتي متوسط، يعني من الاحسن يكون حجم متوسط. كيجي زويون بهذا الشكل هكا، كيجي واحد الشكل رائع. صافي كنبقاو هكا حتى كنقطعوا الكميه كامله اللي عندنا. صافي كنديروا هكا في لي كيسيت ونقدموا هكا بالصحه والراحه. يعني الصراحه كيجيو غزال غزال، يعني جربوها وردوا عليا الخبر. هاي كتجي معلكه، انا صاب معكم وحيده، كتجي فنه، كتجي شهوه منها، لان كاوكاو الججلان التمر كلها مكونات زوينه. كيجي محمر من التحت مشمع. يعني في النصيحه مني انكم ضروري تدخلوا الفران، يعني كاين اللي شفتهم كيديروا ما كيديروش الفران، ولكن ما كنظنش يجي مذاق احسن انك الا درتيه الفران. المهم هو الشكل النهائي. نتمنى ان يعجبكم الفيديو ويعجبكم الاقتراح نتاع اليوم. الى ملتقى فيديو قادم ان شاء الله، وفرجه ممتعه، وشكرا لكم.